أنا حاسس إن في مصيبة جاية ومش صغيرة. اطمن، المصايب الكبيرة بتيجي لوحدها. أنا مش عارف ألاقيها منين ولا منين يا كفر البلاص. طول ما انت عمدة كفر البلاص هتلاقي من ده كتير. يا ولاد اقعدوا عدل كده، هو احنا قاعدين في مولد ولا في جرن بلد؟ ده انا من الصبح وانا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، واللي مش مظبوطه دي عمرها ما بتيجي لوحدها ابدا. لا يا عمدة اطمن، كله زي الفل، بس هو الفل نفسه بقى غالي اليومين دول، انما غير كده الدنيا ماشيه زي الساعه اللي واقفه في بيت الاستاذ شخبط. يا عمده سيبك من القلق ده، الدنيا طول عمرها ماشيه كده، يوم فوق ويوم تحت، بس اللي يعرف يلعبها صح عمره ما يطلع خسران، حتى من قلب المصايب نفسها. وانا بقى قلبي مقبوض من الفجر، لا الاكل عاجبني ولا القعده مريحاني ولا حتى الهوا داخل صدري، وحاسه ان في حاجه هتحصل وتجيب وراها وجع قلب كبير. والله يا ناس الحكاية دي مش مطمنة، وكل واحد فينا حاسس إن في حاجة مستخبية ومش راضية تبان. هو يعني لو الواحد لعب شويه من غير ما يقصد ممكن الدنيا تقلب كده؟ اصل انا كنت بهزر بس ما كنتش اعرف ان الهزار ساعات بيعمل مصايب. اللعب اللي من غير عقل يا ولدي آخره دايما عياط ووجع قلب، وإحنا مش ناقصين مصايب زيادة. اهو الكلام اللي يجيب ورا، كل ما نسيب الغلط يكبر يطلع لنا مصيبه تملى البلد دوشه. اهو كله اتفضح وبان، واللي يتعلم من الغلطه يعيش، واللي يعاند يفضل يتبهدل طول عمره. يا ناس والله مالي دعوة، بس الظاهر كده إن الواحد مش طالع من القعدة دي سليم. اهو هو السبب، من ساعة ما شفته وهو بيلف حوالين البلاصة وأنا مش مطمنة له أبداً. أنا مستخبي هنا بس عشان محدش يزعق لي، والله ما كنت فاكر الموضوع هيكبر كده. خلاص أنا اللي عملت كده، بس والله ما كنت أعرف إن الموضوع هيقلب الدنيا بالطريقة دي. يا نهار أبيض، يعني كل الدوشه دي في الاخر بسبب عيال صغير؟ ده احنا كبرنا الموضوع قوي. سيبك منه يا عمدة، العيال بتغلط وإحنا كلنا غلطنا قبل كده، يعني مش أول الدنيا ولا آخرها. طيب بما ان الموضوع طلع بسيط كده، اروح اشوف ورايا شغل. السوق مستنيني يعني. على فين يا شقلباظ؟ هو الموضوع خلص؟ ده انت لسه حسابك ما اتفتحش معانا. هو انا يعني باين عليا واحد بيعمل مشاكل؟ ده انا غلبان اكتر واحد في البلد وعمري ما اذيت حد. يا رب الصبر، بلد مليانه دوشه وكل واحد يشاور على التاني ومحدش راضي يقول الحق. خلاص كل واحد يسكت مكانه، واللي عنده كلمه يقولها دلوقتي بدل ما نقعد نلف وندور. يا ساتر يا رب. هو انا بقيت شماعه لاي مصيبه تحصل في البلد؟ ده ظلم مبين وعدوان صريح. مش انت ياسي شقلباظ اللي بتبيع لاهل الكفر الجميز على انه تين وبتبيع الكوسه وتسميها برنجان وابو نكله بتعريفه؟ سافضحك اليوم امام اهل كفر البلاص وساكشف كل فضائحك واعمالك السوداء. اذا تركتك وشانك فاين اذهب من الله؟ ما بلاش يا عمدة، احنا دفنينه سوا وحب لحسن ينكشف المستور. انتظرونا في الحلقة القادمة لتعرفوا العمدة ومشاكله، وعلى رأي المثل حاميها هو حراميها. اشتركوا في كفر البلاص واضغطوا لايك وشكرا لكم. انتظرونا في الحلقة الجاية عشان تعرفوا حاميها هو حراميها. اشترك في قناة كفر البلاص وشكرا.